السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة يلا كورة. جنون شياط وحرقان في إعلام البليلة الزملكاوي ضد النادي الأهلي بعد مباراة النادي الأهلي وحرس الحدود. هنشوف مع بعض رد فعل عمرو أديب، خالد الغندور، رضا عبد العال، وأحمد حسام ميدو. تصريحات مهمة جدا تدل على حرقان هجاصين البليلة، علشان كده لازم تتابع الفيديو للنهاية علشان تعرف كل التصريحات. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل، لو كنت فخور بانك اهلاوي اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ويلا بينا نعرف ايه اللي دار. جنون شياط وحرقان في اعلام البليلة الزملكاوي ضد النادي الاهلي بعد مباراة النادي الاهلي وحرس الحدود. وعلق عمرو اديب قائلا: ده الاهلي محدش قادر عليه، لا في الدوري المصري ولا في دوري ابطال افريقيا. الجميع يساند النادي الأهلي، والجميع بيقع وينهار قصاد النادي الأهلي. ده النادي الأهلي مصمم يجيب لي ويجيب لي كل جماهير الزمالك الضغط والسكر. النادي الأهلي فوز ورا فوز ومش بيتعثر نهائيا، ومهما حصل في النادي الأهلي من مشاكل مش بينهار نهائيا. النادي الأهلي بيحصد كل البطولات السنة دي، ونادي الزمالك دايما بينهار ومش عارف ياخد ولا بطولة، وفي مشاكل مع مرتضى معزول، ومستغربين ليه هيجيل الضغط والسكر من النادي الاهلي. النادي الاهلي مش راحم لا دوري ولا ابطال افريقيا، بيكسب كل اللي بيجي في طريقه. النادي الاهلي متصدر الدوري المصري وبيحصد بطولة افريقيا، والنادي الزمالك كالعادة حصالة القارة. وبيقول لك هبيد الكرة المصرية الكابتن رضا عبد العال طبعا لازم يفتي، بيقول لك انه ده عكره ومن فريق حرس الحدود ومن الاهلي ايضا. انتهى لصالح مين؟ طبعا المحظوظ دايما النادي الاهلي. كولر كالعادة بيفتي في التشكيل، ولاعيبة الاهلي كالعادة بتفتي في انهاء الهجمات، ولاعبي حرس الحدود كالعادة بتفتي في اسلوب اللعب امام الكبار. انا عايز حد يقنعني بطريقة لعب النادي الاهلي وبطريقة لعب الحرس الحدود، وازاي دي مباراة يفوز فيها النادي الاهلي. همجية في المباراة كالعادة تنتهي بفوز النادي الاهلي. بينما علق خالد الغندور قائلا: فريق حرس الحدود بيقع قدام الاهلي ولا عارف يلعب كرة ولا يعمل اي حاجة، وحكم المباراة بيفوت المباراة الرسمية للنادي الاهلي، وظلم تحكيمي واضح جدا لفريق حرس الحدود. بطالب كل المسؤولين في اتحاد الكورة والدولة انهم يوقفوا الاهلي واعوانه عند حدهم. واحمد حسام ميدو علق قائلا: مباراة جيدة جدا للنادي الاهلي، عرف يحقق المطلوب مع انه حاسم لقب الدوري بدري، بس عرف يحقق المطلوب باقل مجهود. اسلوب جيد من النادي الاهلي، عرف يخطف به الفوز. النادي الاهلي اليوم يستحق الفوز بالمباراة. النادي الاهلي بيقدم موسم السنة دي جيد بعد مجموعة اخفاقات حصلت خلال الفترة الماضية، ولكن قدر في اسرع وقت يعود مرة تانية للاستفاقة الكروية. في النهاية سؤالي ليك كمشاهد: ايه رأيك في تصريحات الاعلام الزملكاوي في حق النادي الاهلي؟ وهل هيستمر الحرقان في الاعلام الزملكاوي بعد كل فوز للنادي الاهلي؟ لو كنت من عشاق النادي الاهلي اعمل لايك، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.